يا همدان ارحب يا اخي. لا الحين هذا الذي حبسته، هو انت هذا الذي حبسته، هو انت منك ولا ماشي؟ قصدك حكام زي حبسنا 9 ايام. ايوه هذا ذكرنا في الفيديو الذي قبل هذا. اها ما انتقمش بس انتقم من الاسره. كيف الخبر؟ ما قلبنيش انا، ما قلبني انا واسرتي كامل. كيف العمل؟ كل خرج المستاجر حقنا من البيت. تريت كنا نرنج وما نرنج بعد المستاجر. اها قال ابي انا شاسر البلاد، هذا المفتاح يا ولد همدان وهذا العقد، اجره الواحد طبعا ابي دغري اجيبها الدغري. يعني يسكه راسه، قال اجره الواحد ومرته واثنين جهل ثلاثه جهل بالكثير. طبعا انا قالت هذيك الايام رخيصه ب 30,000. وطلع حاضر يا فندم، لان ابي يخرج البلاد امر ضروري. مكنني المفتاح والعقد كذا بي مبصم موقع ذي جاهز. ايوه خرج لقيت ذي وعادوا بعد الحبسه حكيت 9 ايام مكهول. بعدها يجي بشهرين هكذا. فانا جابر ان شيء مستاجر للبيت مدري ما، وقال علي دق صدره. ايوه كنت نادم فيها دقه صدر، ما فيش فايده ابدا. ماشي تو ربك عبنوا علي يا منعاه اشتيت جمل لعمي حسين سعمه بي يبصرني بنظرة الصعلوك. اشتيت جمل لي يا منعاه خليني ابيض بوجهي. يصير بيض وجهك قدام ابوك. ايوه على بيض ده بيقول والله ان فلان رجال مدري ما. قال تفضل هذا المفتاح. ما فعل يا اخي. اي اجر ال 5 اسر. كم 5 اسر؟ كيف العمل؟ كان يوم ثلوث دريت يوم ثلوث. كان يتي المساء وما 5 اسر من اين؟ من حق المحوى الاخدع. طبعا ما نعايبش فيهم انا كلهم، بس ما هو انتاري بالاختام يجوا يستاجروا قريه كلهم مشي اسره هذا قريه. تخيل كان يتيهم يا الناس على اسره ويقول لهم بكم؟ ب20. هم يشتروا البيت رخيص ب20 يفرحوا، يقول لهم انتوا 10,000 عربوا. طبعا احنا كان يقول لهم هكذا، طبعا احنا بنأجر البيت ما هو بنرنج البيت عاد استلمي يوم الخميس. الاسره الاولى الثانيه 5 اسر. لا اله. رجع ابي قال لي ما قد اجرتش لا ذا مدري ما. قلت قد فلان انت مستاجر حيجي يوم الخميس غدوه. قال تمام الساعه 10 الصبح توصل اول اسره. أخداع. كريه مشي اسره كريه. نزلنا كلمه شلت كلمه ابي شل عصيه وذرعها بيديه. امان ساعه ذي الذرعه شبيبه ابي درعها كذا ورجعت الخشب الصلابي. وضاربنا وضرب امي من الجبال بحجار.